فيا عجبا لمن علمت موهوبا علمته التدريب كل يوم فلما تعلم هزمني، وكم علمته من خطة فلما صار مدربا أرهقني. أرتيتا أو جوارديولا جديد وربما أفضل، وها هو ينال جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الشهر، حتى صار جوارديولا يفتقده. عندما يتغلب التلميذ على أستاذه والمساعد على المدرب ليس عيبا أبدا، فالتلميذ في يوم ما سيصبح مدربا أيضا ومنافسا، لكن ليس عدوا، وهنا تكمن متعة كرة القدم. متابعي شغف المستديرة وداخل المستطيل الأخضر وفي اللعبة الأكثر شعبية على الإطلاق، برز نجم أرتيتا تلميذ بيب جوارديولا الذي نسخ أفكار أستاذه المدرب الإسباني وحمل خططه وطرقه التدريبية إلى أرسنال منذ عام 2019 ليصنع ثورة حقيقية في أداء النادي العريق الذي تأسس عام 86 800 وألف ويغيب عن لقب الدوري الإنجليزي منذ عام 2004 لتتوقف بطولاته عند 13 لقبا. بعدما أعلن اعتزاله اللعب مع أرسنال عام 2016 تنافس عليه مدربه السابق المخضرم أرسن فينغر وصديقه بيب جوارديولا ليكسب الأخير خدماته، علما أن مايكل أرتيتا حين كان لاعبا في المدفعجية اعتمد عليه فينغر في الإشراف على حصص تدريبية للفريق، كونه يمتلك قدرات فنية وتكتيكية وخططية في الملعب. أرتيتا الآن نضج تماما وأصبح مؤهلا أكثر من أي وقت مضى لقيادة أرسنال للفوز بلقب الدوري واسترجاع الأمجاد الغابرة للنادي الرشيق واستعادة ذكريات الكرة الجميلة زمن تيري أوري وروبير بيريز وباتريك فييرا واشلي كول ودينيس بيركامب والحارس يان سليمان. تلك التشكيلة التاريخية التي لم تقهر في 2004 في آخر تتويج للنادي. أرتيتا حاليا بأدوات عادية وصفقتين استقطبهما من دكة بدلاء أستاذه جوارديولا في مانشستر سيتي، وهما الأوكراني زينشيكو والبرازيلي جابرييل خيسوس الذي أحدث نقلة نوعية في أداء الفريق وأصبح يقدم كرة قدم جماعية شاملة وممتعة مستمدة في الأساس من أرض كاتالونيا التي منحت ابنها خريج مدرسة برشلونة عقلية البارسا وأضفت عليه سحر الأسطورة يوهان كرويف وتلك الرؤية المختلفة لكرة القدم. ويبدو أن أرتيتا يسير على نهج جوارديولا لكن بعيدا عن الفلسفة الزائدة، لذلك ربما يكون هذا الموسم محطة جديدة لإقلاع هذا المدرب الشاب ويصبح بين النخبة الكبار ويخلع رداء التلميذ. أصبحت خطة 4-2-3-1 هي التشكيلة الأكثر شيوعا لأرتيتا، على الرغم من وجود فهم دائم بأن تشكيلة 4-3-3 هي الهدف النهائي، وكما قام أحيانا بتجربة الدفاع المكون من 3. رقم أرتيتا البالغ 53 فوزا من أول 100 مباراة له في الدوري هو ثاني أعلى إجمالي انتصارات لمدربي أرسنال طوال التاريخ بعد أرسن فينغر، والذي حصد 54 فوزا. سجل الإسباني كذلك 16 تعادلا و31 خسارة. للمرة الثانية أرتيتا الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز وينال جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز. كل هذه الحصيلة في هذا الشهر في ظل استمرار المستويات المتميزة التي يقدمها المدفعجية في الدوري الممتاز، بحيث تمكن النادي من حصد 7 نقاط من أصل 9 نقاط متاحة خلال مواجهات جمعته مع أندية تحتل مراتب متقدمة في جدول الترتيب خلال الشهر الماضي. ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم من 2023. وتكشف الإحصائيات أن فريق أرسنال بقيادة مدربه مايكل أرتيتا أصبح خامس فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يحصد 43 نقطة
أو أكثر من أول 16 مباراة بالموسم بحساب 3 نقاط للفوز، وجاء أرسنال في القائمة بعد الرباعي. أخيرا غوارديولا يفتقد أرتيتا كثيرا على دكة السيتي، وظهر ذلك أكثر من مرة، وأبرزها حين رصدته الكاميرات في إحدى المباريات يتحدث للمقعد الفارغ المجاور له، والذي اعتاد أرتيتا الجلوس عليه كمدرب مساعد في السيتي، في مشهد يبرهن قيمة هذا الشاب الذي ينتظره مستقبل مبهر، وربما يتفوق على أستاذه كما فعل البرتغالي جوزيه مورينيو مع الهولندي فان خال، والفرنسي زين الدين زيدان مع الداهية الإيطالي كارلو أنشيلوتي.